السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنحل مع بعض امتحان على الدرس الثاني، عصر بناة الأهرام، اللي هو عصر الدولة القديمة، في كتاب الامتحان صفحة 133. أولا لو أنت لسه جديد معانا وأول مرة تشوفنا، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. كمان قبل ما نحل الامتحان هنحل الصفحة اللي قبل الامتحان اللي احنا كنا وقفنا عندها، ولو انت ما شفتش الجزء الاول من حل التدريبات هسيبهولك تحت في الوصف. كنا واقفين عند رقم 2، ما النتائج المترتبة على ضعف هبة الملوك في اواخر عصر الدولة القديمة. ما النتائج يعني ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لما ضعفت هبة الملوك في اواخر عصر الدولة القديمة؟ ترتب على ذلك تفكك وحدة البلاد وازدياد نفوذ حكام الأقاليم وانهيار سلطة الحكومة المركزية وضعف وانهيار الدولة القديمة. يبقى أدى ذلك إلى تفكك وحدة البلاد وانهيار سلطة الحكومة المركزية وازدياد نفوذ حكام الأقاليم وضعف وانهيار الدولة القديمة. 3. ظهور أسرة أهناسيا أثناء عصر الإضمحلال الأول. إيه اللي حصل لما ظهرت أسرة أهناسيا؟ أسرة أهناسيا قامت بطرد الغزاة الآسيويين وتأسيس الأسرة 9 و10 وإعادة الاستقرار للبلاد. يبقى قامت أسرة أهناسيا بطرد الغزاة الآسيويين وتأسيس الأسرة 9 و10 وإعادة الاستقرار للبلاد. 7. ماذا كان يحدث إذا 1. لم يعتقد المصريين القدماء في البعث والخلود؟ إذا لم يعتقد المصريين القدماء في البعث والخلود، لم يقم المصريين القدماء بتحنيط جثث موتاهم ودفنها في مقابر حصينة. يبقى لم يقم المصريين القدماء بتحنيط جثث موتاهم ودفنها في مقابر حصينة. 2. كان الملك بيبي الثاني من الملوك الأقوياء. لو كان الملك بيبي الثاني من الملوك الأقوياء، لما ضعفت وانهارت سلطة الحكومة المركزية وبالتالي لم تتفكك وحدة البلاد ولم تسقط الدولة القديمة؟ يبقى لم تضعف وتنهار سلطة الحكومة المركزية وبالتالي لم تتفكك وحدة البلاد ولم تسقط الدولة القديمة. 8. أيد بالأدلة التاريخية صحة كل عبارة مما يأتي. 1. اختلف أسلوب عمارة المقابر الملكية بمصر في الأسرة الثالثة عن الأسرتين الأولى والثانية. أقول له حيث كانت المقبرة عبارة عن مصطبة واحدة طوال عهد الأسرة الأولى والثانية، أما في عهد الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة تحولت إلى هرم مدرج مكون من 6 مصاطب. يبقى كانت المقبرة عبارة عن مصطبة واحدة في عهد الأسرتين الأولى والثانية، ثم تحولت إلى هرم مدرج في عهد الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة. 2. اهتم الملك سنفرو بشؤون مصر منذ بداية حكمه للبلاد. الدليل هقول له حيث أمن حدود مصر الجنوبية والشرقية واستخرج النحاس والفيروز من سيناء واعتنى بالتجارة الخارجية فشيد السفن وأرسل أسطولا لبلاد فينيقيا لجلب خشب الأرز. يبقى الملك سنفرو اهتم بشؤون البلاد فأمن حدود مصر الجنوبية والشرقية واستخرج النحاس والفيروز من شبه جزيرة سيناء واعتنى بالتجارة الخارجية فشيد السفن وأرسل أسطولا لبلاد فينيقيا لجلب خشب الأرز. 9. رتب ملوك مصر الفرعونية التاليين من الأقدم إلى الأحدث في تولية الحكم. أول ملك هو الملك زوسر لأنه هو مؤسس الأسرة الثالثة. بعد كده الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة. بعد كده الملك خوفو. 3. 4 خفرع. 5 منكورع. آخر واحد رقم 6 أسر كاف مؤسس الأسرة الخامسة. يبقى زوسر مؤسس الأسرة الثالثة، سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة، أسر كاف مؤسس الأسرة الخامسة. 10. رتب الآثار التاريخية الآتية من الأقدم إلى الأحدث. عندي أول حاجة الهرم المدرج اللي عمله الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة. بعد كده هرمي سنفرو بدهشور رقم 2 لأن سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة. بعد كده الهرم الأكبر هرم الملك رقم 3 هرم الملك خوفو الهرم الأكبر. بعد كده تمثال أبو الهول اللي نحته الملك خفرع رقم 4. رقم 5 معابد الشمس
اللي اتعملت في أبي صير بالجيزة في عهد الأسرة الخامسة. أسئلة للتميز. 11. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. اختلفت مقبرة الملك زوسر عن مقبرة الملك خوفو في الحجم، لأن الملك زوسر كانت المقبرة بتاعته عبارة عن هرم مدرج مكون من 6 مصاطب، أما الملك خوفو فحجم المقبرة بتاعته كان عبارة عن هرم كامل. 2. تعرضت مصر لهجمات خارجية خلال عصر الإضمحلال الأول من الناحية الشمالية الشرقية، لأن مصر تعرضت لهجمات خارجية في عصر الإضمحلال الأول من الآسيويين، والآسيويين هيدخلوا من الناحية الشمالية الشرقية لمصر، يعني من ناحية سيناء. 12. ما تقييمك لمدى مصداقية كل عبارة مما يأتي؟ 1. امتد بناء الأهرامات بطول وادي النيل. العبارة غير صادقة، حيث امتدت الأهرامات من إقليم الفيوم جنوبا حتى الجيزة شمالا. يبقى العبارة هنا عبارة غير صادقة، لأن الأهرامات امتدت من إقليم الفيوم حتى الجيزة شمالا، مش بطول وادي النيل. 2. تعد سيطرة كهنة الإله رع على الحكم نهاية لعصر الدولة القديمة. العبارة برضو غير صادقة، يبقى العبارة غير صادقة. طب ليه؟ لأن سيطرة كهنة الإله رع كانت سببا في سقوط الأسرة الرابعة، ولكن عصر الدولة القديمة سقط بنهاية الأسرة السادسة. يبقى سيطرة كهنة الإله رع على الحكم كانت سببا في سقوط الأسرة الرابعة، وليس نهاية لعصر الدولة القديمة. نحل مع بعض بقى الامتحان كده بسرعة. امتحان على الدرس الثاني. السؤال الأول: ألف، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1. أعاد حكام أهنسيا الوحدة الوطنية للبلاد. خطأ، لأن أعاد حكام طيبة الوحدة الوطنية للبلاد. 2. اهتم الملك سنفرو باستخراج المعادن من الصحراء الغربية. برضو خطأ، لأن الملك سنفرو استخرج المعادن زي الفيروز والنحاس من شبه جزيرة سيناء. 3. يرجع الفضل إلى إمحتب في بناء الهرم المدرج. صواب، يبقى يرجع الفضل إلى الوزير إمحتب في بناء الهرم المدرج. من هو؟ 1. أحد ملوك الأسرة السادسة، انهارت في أواخر عهده السلطة المركزية للبلاد. الملك بيبي الثاني، يبقى الملك بيبي الثاني، وده كان سبب في سقوط الدولة القديمة. 2. مؤسس الأسرة الخامسة ولقب بابن الإله رع. أوسر كاف، يبقى الملك أوسر كاف. 3. أسس الأسرة الرابعة وأمن حدود مصر الجنوبية والشرقية. الملك سنفرو، يبقى الملك سنفرو. ج. بما تفسر الملك خوفو من أشهر ملوك الأسرة الرابعة. ليه؟ بما تفسر يعني ليه؟ هقول له لأنه شيد الهرم الأكبر الذي يعد إحدى عجائب الدنيا السبع التي ما زالت خالدة حتى الآن. يبقى لأنه شيد الهرم الأكبر إحدى عجائب الدنيا السبع. السؤال الثاني: ألف، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. امتدت أهرامات الدولة القديمة من الجيزة شمالا حتى جنوبا، حتى الفيوم جنوبا. 2. بنيت معابد الشمس في عصر الأسرة الخامسة. 3. انتهى عصر بناة الأهرام بسقوط الأسرة السادسة. ب. أمامك صورة لأحد آثار مصر الفرعونية. في ضوء الصورة أجب عن الأسئلة الآتية. دي صورة تمثال أبو الهول. 1. ما اسم هذا الأثر؟ لسه قايلينه تمثال أبو الهول. 2. في عهد من تم نحت هذا الأثر؟ في عهد الملك خفرع، يبقى في عهد الملك خفرع. 3. في أي عصر تم نحت هذا الأثر؟ في عصر الدولة القديمة، يبقى عصر الدولة القديمة. 4. ما مقترحاتك للحفاظ على الآثار المصرية؟ أي حاجة هتكتبها هنا في المقترحات هتبقى صواب. هقول له مثلا نشر الوعي بأهمية الآثار من خلال الإعلام والاهتمام بالأبحاث العلمية المتقدمة في مجال ترميم الآثار. يبقى من المقترحات للحفاظ على الآثار المصرية نشر الوعي في الإعلام بالمحافظة على الآثار والاهتمام بالأبحاث العلمية في مجال ترميم الآثار. ج. حدد أهم خصائص عصر الدولة القديمة. تميز عصر الدولة القديمة
بالرخاء والسلام والاستقرار، والتشييد والبناء والفن الرفيع، والنشاط الفكري والمادي. يبقى من خصائص عصر الدولة القديمة كان يتميز بالرخاء والسلام والاستقرار والتشييد والبناء والفن الرفيع والنشاط الفكري والمادي. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل الامتحان على الدرس الثاني، واشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم أول دراسات اجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.